السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا بنات؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح الرضا، صباحكم الصباحي والورد والتفاحي. يوم جديد وفيديو جديد، إن شاء الله ما تنسوا اللايك والاشتراك، نشر القناة، طلب القهوة. والله يعطينا ويعطيكم، ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة. قولوا آمين آمين وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. توكل على الله ونبدأ فيديونا ونقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله، الواحد لما يكون عنده شغل أو شيء يعني تحس إنك كسلان وتعبان وما في حيل، يقول اللهم إني أخرج من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا الحبل المتين. والله بيقوينا ويعطينا ما شاء الله تبارك الله القوة، ونخلص أشغالنا وحين في خير إن شاء الله وصحة وعافية ما نحس. الله يعطينا ويعطيكم، ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. امبارح كان زملاء نواف عنده ما شاء الله جايين، خلاص خلصت المدارس وكذا ويرغشتهم، قلنا يا مرحبا خليهم يجوا. ومشكلتهم أول يروحون الملعب بعدين يجوا هنا. جايين قالوا خلاص بنجلس قلنا نجلسوا في المجلس، لا مشكلة. قلت أنا عندي مشوار وبرجع، طلعت مع أختي شوي كذا مشوار ورجعنا. والله جيت منزل الله المستعان، جايب لهم المراكب وجايب لهم المخاد كذا ونقل التلفزيون ونزل السوني وجايب يا ربي حاس الدنيا حاسة ومسوين عشاء. الله يصلح حالك يا ولد، الله يصلحكم ويهديكم. ما هنا خلاف يجلسوا في البيت، يعني سبحان الله حلو يجلسون في البيت يجتمعون قدام عينك من الطلعات والروحات للشباب، خاصة في الفترة هذه مع الحر وكذا. صراحة صعب عليهم الطلعات، خلاص يلعبون كورة، عندهم مباراة، عندهم تمرين كذا، يطلعون. حلو انهم يجلسون في بيت يتجمعون مع بعض او في ديوانية، في بعضهم عندهم ديوانيات يجلسوا معهم أصحابهم، يعني ما شاء الله تعرفيهم، يعني كانوا معاد يدرسون من الابتدائي، تعرفين أخلاقهم، تعرفين أهلهم كذا، فإيش تكوني مطمنة بعد الله سبحانه. نقول دائما نستودعهم الله، الله يحفظهم من كل شر ومن كل مكروه يا رب، ويبعد عنهم رفقاء السوء. هنا المجلس شوفوا كيف خلوا الدنيا، يا رب لك الحمد، بس الله يصلح حالهم ويهديهم. هذا بعد ما شال نواف القهوة وشال الشاهي، لا شاهي بس ما حط لهم قهوة، بس شاهي وشال العشاء وكذا. وأنا خلاص جيت وشوف الدنيا، قلنا ما إحنا خلاف، بكرة إن شاء الله كل شيء بيترتب وكل شيء بيزيد، ويا الله يا ربي لك الحمد. نظفنا ورتبنا وطلع كل شيء على ما يرام، ويا ربي لك الحمد. ساعة هنا قدام الواحد سبحان الله، عيالش قدامش أفضل من ما يطلعون ما تدري وينهم. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه القهوة الزينة، القهوة اللي تركد الرأس، قهوة أم عبد الله ما في زيها، اطلبوها وبالعافية عليكم، على كل من وصلته القهوة عافية عليه. وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. الله يعطينا ويعطيكم، ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة. نقول آمين آمين. أكثر من التسبيح، الاستغفار، التهليل. سبحان الله، ما بقى إلا كم يوم وتخلص هذه السنة بخيرها وشرها. جانا فيها أيام حلوة، جاتنا فيها أيام فرح سرور، فيها ذكريات حلوة، فيها ذكريات صعبة ومرة، لكن نقول الحمد لله راحت وإحنا في خير وصحة وعافية. وفي سبحان الله، يعني السنة هذه أحسها كانت طويلة علينا. سبحان الله، أقول سبحان الله، يعني اشترينا فيها بيت، يا ربي لك الحمد، اللهم دمها نعمة يا ربي. أقول سبحان الله، تملكت بنتي تزوجت، يا ربي لك الحمد، من أسعد الأيام والأجملها.
من الأشياء اللي ما هي حلوة يعني تعب أبو عبد الله، يعني كان صعب علينا في هذه السنة. الحمد لله يا ربي لك الحمد، عدته ورجع صحة الأحلى وأحسن. الحمد لله يا ربي لك الحمد. تجمعنا جمعات أهل وأحباب، كان فيها أشياء حلوة سبحان الله. سبحان الله. برضو من الأشياء الحلوة عرفتي ناس في حياتك كانوا ما يعني شايفتهم أشياء جميلة، في الأخير طلعوا أشياء ما هي حلوة. أكفاش ربي شر ناس ما تدرين إيش هم، إيش كان يخبوا لش أو إيش كان في قلوبهم لش. عطاش ربي سبحان الله ناس عرفش بناس كثير يحبوش، طلع لش الناس اللي تحبش فعلا. زاروني ناس سبحان الله ما كنت أتوقع يجوني في يوم من الأيام وأشوفهم. تعرفت على ناس الحمد لله يا ربي لك الحمد من أجمل الناس في حياتي. الحمد لله يا ربي لك الحمد. كان لي اللهم لك الحمد إني حفظت القرآن، وكان قرار جميل في حياتي ومن أجمل الأشياء اللي في هذه السنة كلها إني يعني اتخذت قرار إني أحفظ القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن أجمل الأيام بعد أقول يا ربي مش بعد أشياء حلوة والله كثيرة. هذه السنة كانت حلوة كثير. يا ربي لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل شيء. الحمد لله على ما عطى، الحمد لله على ما كتب، والحمد لله على ما أعطانا في هذه الدنيا من نعيم. والحمد لله يعني الواحد يؤمن بقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى. شيء سواء كان يعني شيء جميل أو شيء متعب أو شيء مؤلم، نقول الحمد لله. كل من الله، اللي يجي من الله كله جميل. يا ربي لك الحمد. أهم شيء الصحة والعافية الحمد لله. احنا في أمان وأمن الحمد لله. ثاني شيء الحمد لله عيالش وأهلش وأحبابش في خير وصحة وعافية. يا ربي لك الحمد. يعني أحيانا الإنسان لما يفكر في هذه السنة يعني بحلوها مرة، نقول الحمد لله على كل حال. نرضى بكل ما جاء فيها من خير ومن شر. الحمد لله انتهى العام الدراسي بعد الحمد لله، بعد تعب وعناء ومذاكرة وجهد اجتهاد. ويا رب يوفقهم ويعطيهم الصحة والعافية. الحمد لله طلعت نتيجة عيالي الحمد لله، اللهم لك الحمد. كانت مرضية صحيح، ما كانت مرضية بالنسبة لي العزوز، ولكن نقول الحمد لله يا ربي لك الحمد. تقديرك كان الحمد لله يعني نقول ما أخذ ممتاز صراحة وزعلت، بس نقول الحمد لله يعني جيد جدا مرتفع الحمد لله كويس الحمد لله. الحمد لله. نواف ما شاء الله ممتاز يا ربي لك الحمد. عيال أختي ممتاز والحمد لله، اللهم لك الحمد. وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. إيش بعد يا ربي في هذه السنة، إيش بعد جتنا الحمد لله على كل حال. ننتظر شيء جميل في هذه الأيام إن شاء الله. من يعني السنة هذه سبحان الله يعني اللي حزني فيها كثير وفاة أم زوج بنتي، الله يرحمها ويغفر لها. قبل تكون أم زوج بنتي كانت جارتي غالية علي وعزيزة علي وحبيبة علي، من أفضل الناس اللي عرفتهم. قلب طيب، إنسانة تحب الخير، إنسانة تخاف الله. الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويعفو عنها ويغسلها ماء الثلج والبرد وينقيها من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، ويباعد بينها وبين خطاياها كما يباعد بين المشرق والمغرب. يا رب الله يرحمها ويغفر لها، الله يرحمها ويغفر لها. دائما يعني تجي على بالي الله يرحمها. هذه من الأشياء برضو المؤلمة اللي كانت في حياتي والله في هذه السنة، الله يرحمها.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك وأتوب لك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بالله لا تنسون اللايك والاشتراك، نشر القناة، وتطلبون بعد القهوة عشان تكيفون في الإجازة هذه. الإجازة هذه مع الحر القهوة تركد الراس. ما بقول لكم خذوا لكم سكريم ولا شيء يبرد عليكم، لا خذوا لكم قهوة مع جماعاتكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. باقي عندي هذا القدر المزيون لازم نغسله، رغم إني أتعب في غسيله، بس يلا والله يعني يداتي تألمني والله لما أغسله، فأشيل هم في غسيله. ولكن نقول الحمد لله. دائما تقولون وين عاملة شم عبد الله؟ قلت لكم خلاص من عجبت عامله، لأني أجيبها بالشهر، وإن شاء الله يا ربي إذا ربي يسر بجيب شغالة بإذن واحد أحد. والله يعطينا ويعطيكم ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة. قولوا آمين آمين، وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. نستودعكم الله في فيديو قادم. وداعة الرحمن. لا تنسوا اللايك والاشتراك، نشر القناة وطلب القهوة. وداعة الرحمن.